مشاهدينا مساء الخير عليكم وحلقة جديدة وكلام جريء. كلامنا الجريء النهاردة هيكون عن الشباب اللي فجر ثورة 25 يناير. الشباب يعني الحماس، يعني الثورة، يعني الفكر المتحرر. الحقيقة كلنا كنا طالبين ان الشباب يمثل سياسيا بشكل اكثر فاعلية في كل الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير، لكن ده الحقيقة لم يحدث بالشكل الصحيح. لكن الحقيقه احنا لسه قدامنا فرصه، يمكن الاربع سنين الاولانيه القادمه اللي احنا موجودين فيها في حاجات كتير جدا هتغير شكل المجتمع المصري، سواء الانتخابات الرئاسيه سواء البرلمان، كل حاجه، دستور مصر نفسه هيتغير. يعني نقدر نقول ان الاربع سنين دي تجربه، لكن احنا بنعمل دلوقتي لما بعد ذلك، لمستقبل مصر. الحقيقه في اراء بتقول انه يجب انه طبعا اكيد انه الشباب يمثلوا سياسيا بشكل اكبر. طب دورهم السياسي ده يكون ازاي؟ هل يعني مثلا ان احنا نكون حزب خاص بالشباب وخصوصا شباب الجامعات، ولا الافضل ليهم ان هم يشاركوا في الاحزاب السياسيه الفاعله الموجوده بالفعل في المجتمع؟ أسئلة كتير عن مشاركة الشباب وتمثيلهم السياسي في المجتمع هنسألها معاكم في كلام جريء، بس اسمحوا لي في البداية إني أرحب بضيوفي. معايا الأستاذ الدكتور عاطف زكي غلوش، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أيضا مشرفني أستاذ محمود أحمد حسن، نائب رئيس اتحاد طلبة كلية الحاسبات والمعلومات أيضا جامعة حلوان. أهلا بحضرتك يا محمود. أهلا بيك يا فندم. حقيقة أستاذ عاطف، في البداية هل التمثيل الشباب كان فعلا بالشكل زي ما قلنا ان هو كان المفروض انه يكون اكثر فاعليه، ولا شايف انه على الاقل ابتدوا يبقى عندهم وعي سياسي؟ هو يعني قبل ما نبدا البرنامج بحب برضو اوجه اقول لاخواننا المسيحيين كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اعيادهم المتتاليه يعني. ما ننسى زي ما حضرتك قلت ان الشباب قام بدور عظيم في الثوره، وانا بعتبر ان الثوره كلها قامت على اكتاف الشباب، حتى لو استفاد بها الكبار يعني او مجموعات اخرى، بس الشباب هو كان المحرك الرئيسي في الثوره. نيجي لكلام حضرتك بقى، يعني الشباب كان مشاركته ضعيفه او ما استفادش سياسيا زي ما بنقول، لم يجني ثمار الثوره. انا بقول ان الشباب هو لسه شباب، فيعني لم تفوته الفرصه يعني في المستقبل كبير وكثير ومقبل عليه وليس مدبر. يعني بالنسبة للكبير هو مدبر، لكن بالنسبة للشباب فهو قدام. يمكن ليا تعليق صغير، ليه الشباب ما خدش حظه؟ انا بعتبر ان هو فعلا ما خدش حظه في الحياة النيابية. هي الاسباب كتير. الشباب تواجد في الثورة، لكن كان تواجده قليل شوية في الشارع. الرجل الناخب نفسه، يعني الشباب لما يتحرك الناخب هيعرفه. ما هو مين اللي بيحدد في الاخر مشاركه سياسيه؟ مجموعه الشباب والناخبين. الكتله العريضه ما حستش قوي بدور الشباب الكبير اللي قامت فيه. كل اللي نعرف ان الشباب كويس وشارك في الثوره ولكن ما اتحركش في الشارع. يمكن انا بعد الانتخابات اللي فاتت دي شفت تحركات كتيره للشباب في الشارع، كانوا حتى تحت مظله الاحزاب. بس بعد يعني بس يعني هم بدأوا يستدركوا وده كويس. يعني احنا بنقول هي تجربه بنتعلم منها. هي تجربه بنتعلم منها، وطول ما بنتعلم من التجربه كل دايما في تقدم وفي جني للثمار. فانا شايف ان هو بدأ يتحرك من تحت مظله الاحزاب، ودي في حد ذاتها بادره طيبه يعني ومبشره ان شاء الله. طب نيجي لموضوع يعني الشباب في المرحله اللي قبل كده شويه، اللي هي مرحله الجامعه. ويمكن يعني الشباب في الجامعه احنا بالعكس، يعني ده هو الاكثر ثوريه واكثر حماس. ويمكن الفتره دي فعلا ان البني ادم بيكون فيها متحرر جدا، ما عندوش الحسابات اللي بيحسبها الكبار، بيبقى افكاره متحرره اكتر. في فتره الجامعه، في الفتره اللي هي قبل ثوره 25، يمكن انت دلوقتي في سنه رابعه يا استاذ محمود، قبل كده في خلال الاربع سنين اللي فاتت قبل ما تقوم الثوره، كان ايه جو السياسه في الجامعه؟ كان شكلها ايه؟ كان فعلا بيصار الكلام ده، بنتكلم في السياسه ما بنتكلمش في السياسه، محظوره مش محظوره، كان ايه الوضع بالظبط؟ هو بس في البدايه اولا يعني هو الشباب هو عصب كل امه وعصب كل شعب. فلو عايزين نعرف قوه اي دوله او قوه اي شعب، يبقى بنبص على شبابها ونشوف هم ايه الظروف اللي هم فيها. اما بالنسبه للجامعه، فالجامعه فعلا هي اللي بتكون الشباب.
من خلال الاتحادات الطلابية والأنشطة السياسية اللي هم بيشاركوا فيها، دي بتكون عندهم شخصية قيادية ناجحة، بتكون بعد ذلك إن شاء الله يبدأوا يشاركوا في المجتمع بتاعهم. أما قبل الثورة يعني كنا شايفين إن الموضوع كان يحاول النظام السابق يعني أو الشباب كان في خمول تام. كان معظم الشباب ان كان الاغلبيه يعني في خمول تام فظيع جدا، لان ده كان حاتم عليهم بالنسبه للمرحله ما قبل الثوره. انما دلوقتي بعد الثوره لا، احنا شايفين تغير تام، يعني الشباب بداوا يتحركوا في الانتخابات الطلابيه، بداوا يشاركوا في مقرات الفرق الطلابيه اللي موجوده في الجامعه، بداوا يعملوا اسر طلابيه، بداوا يشاركوا في كل شيء ما هو يعني سياسي، وبداوا يدوا برايهم. يعني بكده فعلا هنكون شخصية قيادية تبدأ بعد كده إن شاء الله بإذن الله تدخل البرلمان وتبدأ تترشح للرئاسة وكده. بالظبط يعني دكتور أبو الفتوح كان يعني من أول مشاهد ليه أيام كان بيعارض السادات نفسه، وكان شخصية أكيد صعبة إنه يقوم ويتكلم وكده، ده كانت حاجة يعني وهو مترشح للرئاسة، ففعلا مين عارف بعد كده إيه اللي ممكن يحصل. هو يمكن زي ما حضرتك بتقولي كان زمان بتبقى اللي هو بيعارض النظام كان بتبقى طفرات، لكن كانت الغالبيه يعني يا اما بتستكين درءا للمشاكل، يا اما بتبقى سلبيه، لان هي مش هتجد في ذلك يعني اثر او فائده. يعني انا يعني بيحضرني موقف يعني يمكن ما كانش ليا، كان ليا اخويا الصغير كان شباب برضه في جامعه، وبعدين وهو شباب اترشح على قائمة الإخوان المسلمين في الجامعة، يعني زي شباب بيترشحوا، فاسمه تنيه في أمن الدولة لحد وقتنا هذا. فطبعا دي يعني أنا يعني المفروض ان احنا بنربي التجربة الديمقراطية عند الشباب، بنشجعه، يعني ممكن يغلط ويعني لازم نحتضنه في هذه الفترة، وممكن يغلط ليه؟ لأنه هو بعد ما يطلع للحياة العامة هيبقى تكونت شخصيته زي ما محمود بيقول، وهيبقى عضو فعال وليس عضو خامل. زي احنا ليه الناس يعني الغالبية مضربة، او لأنهم اتربوا على كده تربية فترة طويلة أكيد. دكتور عاطف، يعني احنا عايزين نيجي بقى ازاي ان احنا نشكل الوعي السياسي. المفروض انه كمان مش من شباب الجامعات، يعني من المفترض انه من قبل كده من المدارس، يعني انه يكون في مثلا من الناحية الأكاديمية منهج دراسي بسيط مبسط، أنشطة محددة للأطفال توريهم يعني إيه انتخاب، توريهم يعني إيه حزب، يعني إيه إن احنا نكون من وهم أطفال في المدرسة. دي النمرة الأولانية أو الجزء الأولاني لغاية لما يدخلوا الجامعة. السؤال بقى في مرحلة الجامعة، هل حضرتك بتحبس فكرة إنه طلبة الجامعات يكونوا حزب سياسي لوحدهم، ولا إنهم ينضموا إلى أحزاب سياسية قائمة بالفعل؟ هو حضرتك في نقطتين. السياسة ممارسة وتعلم. يعني ما فيش واحد بيطلع من الأول كده يبقى يجد نفسه هو فهي تعلم وسقية خبرات. فلو خلينا ناخد السيناريوهين الاثنين، الشباب بيعمل حزب، يبقى حزب إلى حد ما منفصل منغلق على الشباب، وبعدين بيناطح أحزاب لها باع كبير جدا في السياسة. أصل السياسة برضو يعني ملعب كبير، لعبة كبير طبعا، ملعب كبير. فهتجديه بينحصر. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، طموحات الشباب متضاربة. يعني يمكن برضو بأخذها على الإخوة اللي هم اللي قادوا الثورة. أنا بقيت أستغرب إن 88 حزب، يعني ده هو مثلا عملوا 88 ائتلاف ثورة، كل مجموعة تقول إحنا ائتلاف الثورة، إحنا ائتلاف الثورة. فلو فرضنا إنهم بيعملوا حزب مش هيعملوا حزب، لأن هم طبعا حماس الشباب وكل واحد عايز يمسك عصا القيادة وزمام المبادرة والقيادة، فهيبقى هناك يعني أنا شايف إن التجربة دي هتبوء بالفشل. إن هو ينفصل بحزب سياسي يعني منغلق على طلبة الجامعات نتيجة السن المتقارب ونتيجة الحماس ونتيجة الطموح الواحد. فهو أنا شايف إن هم يندرجوا تحت الأحزاب، كل واحد مؤمن بحزب معين أو مقتنع ببرنامج حزب معين، إن بيندرج تحت الأحزاب. دي لها ميزة، أولا هيستقي من الخبرة، هيقدر يعرف ناس كبار، وبعدين هناك تسلسل.
هتجدي دايما المنظمه الناجحه اللي فيها تسلسل. يعني دايما مش بس يا فندم حتى هم الكبار، يعني مش بس الصغير يستقي من الكبير، الكبير ممكن يستفيد من الطموح الزايد كده، هيستفيد كمان من خبراته برضه. يعني الصغير له اراء وله اراء ممكن تكون حديثه عن فانا شايف. بس في نقطه برضه مهمه، فيها نقطه يمكن انا لمستها في الكليه، ان هناك مش معنى ان انا في حزب بره ان انا احاول اغلغل هذا الحزب داخل الجامعه. أيوة. والا هتنقلب الجامعه الى يعني مكان فوضوي شويه. يمارس سياسته بره، يمارس كل حاجه، لكن الجامعه وهو بيمارس السياسه جوه الجامعه بيمارسها في اطار لوائح وقوانين الجامعه. يعني في اتحاد طلاب يمارس، في انشطه يمارس، ودي كنا بنشجعها. يعني كنا بنشجعها جدا، بس بعيد عن كل برنامج سياسي. يعني ما يجيش طالب يقول لي اصل انا من الحزب الفلاني وعايز اعلق يافطه بتقول كذا، اقول له لا. اقول له انت اتكلم على القيم والمبادئ والاخلاقيات والراي والمثل، انت تتكلم بدون ان انت تقول انا تابع كذا. عموما القوانين الجامعه وما يحدث في اطار الجامعه وما يحدث خارجها ده هنتكلم فيه بشكل يمكن اكثر يعني تحديدا بعد ما نسال استاذ محمود نفس السؤال. انت شايف انه الافضل انه يكون في حزب خاص بطلبه الجامعه ولا يندرجوا تحت اي احزاب اخرى؟ لا، في البداية بس تعليقا على موضوع ان الشباب قبل مرحلة الجامعة بيكون يعني برضو مغيبين او لسه برضو مش واعيين كتير. فهي موضوع كان يعني سيستم كامل من بداية ابتدائي لحد جامعة ولحد ما الطالب بيتخرج. الثانوية بتبقى اخص مرحلة. بتلاقي الثانوية سنتين كاملين الطالب بيبقى في ضغط شديد جدا، غصب عنه فغصب عنه فعلا. يعني دي كانت من قبل الثورة، كانت فعلا انا شايف انها كانت مفتعله حته السنتين. انا بحس ان الطالب فعلا يخرج بعد السنتين هو مش همه اساسا الا يجيب تقدير كويس عشان يدخل الكليه اللي ترضي رغباته. اما بالنسبه للجامعه والحزب وانه يكون حزب خاص بيه او يشارك في الاحزاب، انا شايف برضو ان موضوع ان الجامعه لازم يكون مشارك في الاتحادات الطلابيه في ظل الشغل بتاع الجامعه. اما بالنسبه لتكوين حزب لا، هو ممكن يشارك او يندرج تحت احزاب تانية وياخد الخبره ويستمر في شغل الجامعه كشغل اتحاد طلابي قوي، اسر فرق، بحيث انه يطلع بعد كده ياخد الخبره برضو من الاحزاب في منطقته وكده، وبعد كده ان شاء الله يكون ليه قياده حزبيه. يعني فعلا نفس الكلام احنا متفقين عليه. طيب دكتور عاطف، نيجي لمشكله او يعني في الفتره اللي فاتت طبعا من بدايه الثوره يمكن كانوا 18 يوم طلعوا احلى ما فينا زي ما قلنا. والسنه وبقيت بقى السنه ونص الحقيقه، ويمكن بعدها بشهر شفنا كل طلاب المدارس والجامعات وكله في كل الاحياء وبيحاولوا ينظفوها ويجملوها. بقيت السنه ونص طلعت اسوأ ما في الشعب المصري. مش يعني ما حدش يقدر يقول ان مش من حق حد انه يحتج ومش من حق حد انه يكون ليه مطالب او يتظاهر او لكن هي الفكره انه ما حدش عارف ازاي يمارس وايه هي حدود حريتي اللي ما تجيش على حريه الاخرين. ويمكن دي مش مساله ديمقراطيه ولا حتى مساله سياسات دول، دي مساله حتى دين، سواء دين اسلامي او مسيحي. عندنا نفس المبادئ والقيم، انه ممكن اغير منكر لكن ما ينفعش اغيره بمنكر اكبر منه. ف المظاهرات اللي حصلت في الجامعات، وان هم مثلا يعني حصل حديثا ان هم ياخدوا الوزير ويحددوا اقامته في مكان وان هم يحبسوه، والتعدي على الكبار، حتى لو انا عندي وجهة نظر صحيحة، شايف الموضوع ده ازاي بيحدث في الجامعات؟ والله حضرتك ما بين الحرية والفوضى شعر. يعني الإنسان إذا لم يعرف كيف يمارس حريته أو حقه بتنقلب إلى فوضى. ما ننساش إن في ناس أصلا عدم الخبرة بالممارسة الديمقراطية دي تكاد تكون معدومة. يعني كل واحد حاسس إن ليه حق، مش عارف حتى يعرض هذا الحق بالطريقة اللي هو يقدر ياخد حقه بيه. فأضعف وسيلة، أنا شايف أنها أضعف وسيلة إن هو يتظاهر. يمكن كان الأول الإنسان ما بياخدش حقه، ولو حاول يطلب حقه ما بياخدوش، فكان بيلجأ للتظاهر. لكن أنا شايف أن التظاهر لما بنفتحه بندخل في دوامة وسلسلة لا نهاية لها. وبعدين التظاهر ملوش حدود. يعني أنا مثلا رئيس الجامعة ياخد قرار معين في مصلحة الجامعة، أقوم أنا مش عاجبنا القرار أقوم أتظاهر،
مع اني لا اعرف القوانين ولا اعرف استراتيجيه الجامعه فاللي انا شايفه حتى ده يعني هو الجامعه هي صوره مصغره للبلد. انا شايف ان هو الفوضى اللي موجوده في البلد بتنعكس لان احنا اسر في اخر اليوم الطالب بيروح يقعد مع اسرته. فاذا كان هناك فوضى، انا شايف ان الشارع المصري هناك في فوضى في جميع الاتجاهات، فوضى في موظفين الحكومه، فوضى حتى الكوادر السياسيه عندها فوضى. ده حقيقي. فانا شايف ان الانعكاس الخارجي ده بينعكس على الجامعه، ومع حماس الشباب ومع قله خبرته ومع فدي يمكن ده سبب كبير جدا للمظاهرات. وبعدين بيتصرفوا زي ما حضرتك قلت. طب يعني انا لما اخد الوزير احبسه مثلا ولا حاجه، طب هل هي دي الحريه؟ يعني وهل كده هاخد حقي؟ فانا شايف ان هي العمليه هي تجربه لازم تبقى نمره واحد منظمه، ولازم يبقى هناك وعي، يعني توعيه. يعني احنا عندنا بنقعد في الكليه مع الطلبه، عندنا الدكاتره يا ساعات يجي الدكتور يقول لي انا عايز اقعد مع الطلبه عشان في مثلا التحرير حصل فيها كذا كذا وعايز اقعد معاه، وسمحت له وقعدت ورحت قعدت معاهم انا عشان حتى اشوفه بيقول لهم، لقيته بيقول لهم كلام جميل، والمفروض ان احنا نحافظ على بلادنا، والمفروض ان احنا نطلب حقنا. دي كلها توعيه. فانا شايف ان احنا في بدايه، يمكن البدايه صعبه وملخبطه ولخبطت، لكن انا شايف ان شاء الله مع الوقت ومع الشباب اللي هو بيستجيب ان شاء الله، ومع الممارسه الامور ان شاء الله هتتحسن. يعني شايف ايه يا محمود في الموضوع ده؟ يعني حصل عندكم مظاهرات وكان رايك فيها ايه وانت يعني نائب رئيس اتحاد الطلبه؟ انت قلت لي انه يمكن في الوقت الحالي ما حصلش، لكن من ساعه الثوره كان في مظاهرات. تمت ازاي وكان ايه المطالب وكانت بشكل حضاري ولا برضو كان فيها الفوضى الموجوده في كل مكان؟ تمام. اول حاجه بس التظاهر حق مكفول يكفله القانون والدستور. فاحنا كشباب عندنا الحماسه الزايده ان لما نشوف اي حاجه احنا من وجهه نظرنا انها غلط بنطلع ونتظاهر. فهي عندنا الحماسه اللي تنقصها الخبره، فمحتاجين حته الخبره اللي تبقى موجوده عندنا في كل التظاهرات بتاعتنا. انما انا لو شايف ان في حاجه غلط فعلا ده حقي، يعني ان انا اطلع واتظاهر ولكن بشكل سلمي، ما بوظش في مؤسسات الدوله، احترم القوانين اللي انا عايش فيها. اما بالنسبه للتظاهرات اللي حصلت عندنا في الجامعه، هو في تظاهرات حصلت بس كان كله يعني كل واحد بشكل الايه بيعبر عن الايديولوجيه بتاعته او الشكل بتاعه جوه الجامعه. يعني انا شايف مثلا لو عندنا حصل الاضراب 11 فبراير حصل بس ما تمش بشكل كويس، او هو اساسا يعني ما حصلش فعلا. هو على ارض الواقع كان كاتبين على الحيط والكلام ده كله 11 فبراير اضراب عام والكلام ده كله، بس في الاخر فعلا ما حصلش، ان ما كانش موجود حوالين التفاف جميع الطلاب حول هذا المطلب. فلازم يكون لو انا عندي شايف ان في حاجه غلط وعايز اصلحها، يبقى لازم يكون فعلا الطلبه كلها موجوده. انا بتكلم على المجتمع الطلابي اللي هو داخل اطار الجامعه، يبقى لازم يكون الطلبه كلها او على الاقل الاغلبيه عندي موجوده بتمثل هذا الراي اللي انا شايفه ان هو غلط. ففعلا ممكن في الحاله دي يكون التظاهر بتاعي يؤدي الى ثمار ناجحه، ولكن برضو بالشكل السلمي اللي هو يحافظ على مؤسسات الدوله. طيب لو جينا قلنا الشكل السلمي ده، او اذا حطينا له قوانين، يعني من حقي ان انا اتظاهر، لكن مثلا اذا قلنا في اطار الجامعه او داخل الحرم الجامعي، اذا حطينا قانون انه لا ما ينفعش داخل الحرم الجامعي او في اوقات الدراسه، لان انت ممكن حريتك ان انت تعمل التظاهر ده، بينما في طالب ممكن يكون جاي من اخر الدنيا علشان يتعلم وراكب قطر وطالع عين وواخد فلوس من اهله يعني وحاجات كتير جدا، وفي الاخر جاي عشان ياخد له محاضرتين 3 ويستفيد وما يحصلش على اللي هو عايزه. او اذا خليناها داخل الحرم الجامعي ولكن بعد اوقات المحاضرات مثلا، يعني قصدي تقنين طبعا كل مؤسسه على حسب قوانينها، لان يعني القوانين اللي تسري على الجامعه، حتى جامعه حلوان تختلف عن جامعه القاهره، تختلف عن التلفزيون، تختلف عن مؤسسه حكوميه ما. فهل ان احنا نعمل قوانين للتظاهر ده شيء شايفه صح ولا غلط؟ هو التظاهر انا لو انا يعني هعمله بره الجامعه، طب انا كنت اعمله ليه اساسا؟ فالتظاهر هو اساسا اللي عامل فكره التظاهر او اللي عايز يطلع يتظاهر عشان شيء معين، هو عايز الطلبه كلها تشاركه في الحاجه بتاعته دي. فانا برضو برجع واقول ان التظاهر لازم يكون فعلا انت حاسس بان الناس كلها معاك في الموضوع ده، في ان ده فعلا غلط ولازم كلنا نقف مع بعض ونصلحه. اما بالنسبه للتقنين ممكن نحط له يعني
اساليب وضوابط، بس برضو ما نحكمهاش ان الواحد ما يقدرش يتظاهر. طب ما انا لو شاف حاجه ده غلط ممكن يبقى منكم انتم، مش انت مثلا نائب رئيس اتحاد الطلبه، اتحاد الطلبه يجتمع ويضع شكل محدد ويحصل عليه تصويت، على الاقل نبتدي مثلا بجامعه حلوان، اي فكره، وتضعوا القوانين اللازمه اللي تكفل لكم حق التظاهر بالشكل السلمي والصحيح واللي ما يعترضش على حريه الاخر. شايف الفكره ممكن تكون مجزيه ولا ايه؟ هي فكره ممكن تكون كويسه، بس دي كالتشر او ثقافه عند الناس لازم فعلا نبدا نعدل فيها، بس هتيجي ان شاء الله واحده تدريجيا حبه حبه. انا عايز اضيف موقف حضر لي دلوقتي، يعني حضرني مع كان جوه الكليه، ويمكن محمود يعرفه يعني لان كان قريب يعني. هم كان لهم مطالب فتظاهروا بره الكليه، فنزلت لهم يا جماعه، حبيت اتكلم معاهم، فطبعا لقيت ان العمليه فيها تهريج شويه، فرحت سايبهم وطالع قاعد في المكتب وسبتهم بره الكليه ده. بعد فتره 10 دقائق لما فضوا الطاقه اللي عندهم، لقيت مندوبين منهم طالعين بيقولوا لي والله احنا عايزين نتكلم معاك. قلت لهم انا موافق. قالوا لي تيجي نتكلم قدام الطلبه. قلت لهم طب انتوا لو كلمتوني دلوقتي، لو انا اتفقت معاكم على حاجه هتقدروا تقنعوا الطلبه؟ اتكلم قدام. قلت لهم طب طالما انتم مش هتقنعوهم، انا معاك في القصه دي طالما انتم مش هتقنعوهم، لا هي مش مساله كده، هو انا فاهمه وجهه النظر، لانه ممكن الطلبه اللي بره هيقولوا انتوا بقى طلعتوا طبعا بالعميد وقدر يسيطر عليكم. يستأنسوا. ايوه والكلام ده. فقال لهم طالما مش هتقدروا تقنعوهم، اجمعوا الطلبه في مدرج وانا جاي. ايوه بالظبط. فراحوا فعلا جمعوهم في مدرج وجابوا لي مطالب 1 2 3 4. قلت لهم خلينا نبدا ب9 و8، هو يمكن اعرف القصه دي. المهم 6 7 8 مطالب، انا متفق معاكم، انا متفق معاكم، احنا عملنا ده انت ما شفتوش، لحد ما جينا على نقطه معينه مش عايز اقولها يعني. قلت لهم لا انا مختلف معاكم فيه. قالوا طب ايه الحل؟ قلت لهم والله الحل كان ماده بيدرسها دكتور، عايزين يشيلوا الدكتور. قلت لهم والله الحل احنا كريدت اور سيستم، ما تسجلوش الماده واحنا هنلغيها، لكن ما اقدرش اشيل دكتور، لان بعد كده هتيجوا تقولوا طب شيل لنا ده شيل لنا. اختلفت معاهم وطلعوا يسقط العميد ده، وانا ماشي كده اسقط العميد، رحت طالع مكتبي قعدت خالص. قلت لهم مش انتم مش عايزيني، خلاص انا بكره هتنحى. طبعا عملوا مجلس كليه ومش عارف ايه، وبعدين سبتهم عادي يعني، حتى امتصيت غضبهم وانا واقف فوق. وبعدين لقيتهم تاني يوم هم رجعوا لصوابهم، ولقيت مجموعه منهم جايه تعتذر. قلت لهم احنا بنمارس عمليه ديمقراطيه. ايه يعني وقلت حجزت الوزير يسقط. طب وبعدين؟ وفي النهايه تفاهمنا في الموضوع، وفي ناس سجلت على فكره في الكورس يعني، واخده بال حضرتك، بس هم استفادوا من التجربه. يعني انا نزلت عندهم وقعدت، وحتى كنت وانا قاعد بناقش معاهم لقيت واحد معلق يرفع يافطه كده ارحل زي عادي جدا. قلت لهم طب انتم موافقين على الكلام اللي بيقولوا؟ قالوا لا احنا مش موافقين. فهي العمليه عمليه ممارسه. وبعدين يعني حضرتك انت عامله ضغط في سوري في التعبير زجاجه، وبعدين فتحتيها مره، فلازم تستحملي، ولازم في نفس الوقت يبقى هناك تقنين وهناك يعني احتضان دي. احنا بنمر بممارسه ديمقراطيه، دي ممارسه ديمقراطيه ما احناش عارفينها وهم مش عارفينها الشباب. فلازم الناس الكبار تحتضنهم وتوجههم وتستحملهم برضه. يعني ما يعني ايه، لان هم قليل الخبره، فلازم برضه نستحملهم. هو والله المساله مش مساله قليل خبره، بتحصل في يعني الناس كبار كمان. هو الفكره انه برضه هناك شعره ما بين الحاجات، القيم، المبادئ اللي احنا اتربينا عليها من واحنا صغيرين. ازاي ان احنا نحترم الاب مهما كان، مثلا الاب ده طبعا بلاش كلمه بابا والقصه دي عشان ليها برضه حاجات، لكن احنا اتعودنا انه الكبير مهما كان هذا الكبير، لو حتى يا رب شيخ الحاره بتاعتنا من واحنا اطفال مثلا، ولا مش عارفه اللي في المدينه ولا ايه، الشخص الكبير ده بيبقى ليه هيبه كده. يعني لو تفتكر فيلم عو كان بيقول لك كده ايه، لما يجي الراجل الكبير يمشي كده نقوم له كلنا يعني احتراما لهذا الرجل. القيم دي مع عدم ممارسه الديمقراطيه لفتره طويله ابتدت انها تقع عندنا او تتلخبط. هو احنا لازم نحترم الكبير ده مهما عمل يعني، ولا لا هو غلط يعني لازم ان احنا نقول له انت غلطت؟ فانت شايف الموضوع ده ازاي يا محمود؟ يعني عايز اعرف انتوا بتفكروا فيه ازاي، وازاي لو حد فيكم حتى عنده الحماسه الزائده وان هو ممكن يتطاول، ازاي المجموعه الاخرى تحاول انها يعني انها تهديه، وممكن يحصل تشابك ولا لا؟ احنا كشباب عندنا الحماسه برضو الزايده،
فاللي ناقصاها خبره وبتجي تدريجيا، يعني الحمد لله بنشوف يعني تدريجي كويس قوي، الناس بتبدا تتعود على الديمقراطيه. اما بالنسبه للاب والكبير، هم الشباب شايفين ان الاب ده في البيت اب مجرد هو كأب، انما احنا في مؤسسه. تمام. فهو لما يتكلموا او يطلعوا يتظاهروا بيشوفوا ان الدكتور او العميد اللي موجود في الكليه او رئيس الجامعه حتى هو مش مجرد اب، لا هو في مكان مسؤوليه. في مكان مسؤوليه هم مش بيتكلموا عنه كشخص، هم بيتكلموا على المسؤوليه اللي هو فيها بصفته عميد الكليه او رئيس الجامعه او كده. هو مع حضرتك في انه لازم يكون في احترام طبعا متبادل، ولكن مش اللي هو مهما يعمل احنا خلاص. لا، احنا ما بنتكلمش، ما بنجرحش في اشخاص، احنا بنتكلم على شكل او المكان اللي هو فيه، المكان اللي هو فيها بس. انما كاحترام اكيد لازم تكون موجوده، بس مش لو حصل انه مهما يغلط لا احنا محترمينه زي الاب او كده. لا. بس تفتكر ان دي قيمه كانت موجوده وانها ممكن تختفي؟ يعني يعني فهمني ازاي؟ يعني احنا كشعب مصري كان عندنا القيمه دي، هي قيمه، هي غلط، هي مش صح، هي مش صح، بس احنا اتربينا عليها، ويمكن ده كان شيء بيميزنا بشكل كبير جدا. تفتكر انها هتختفي ولا تفتكر انها هتعدل؟ يعني ان احنا هنعرف ازاي نفرق بقى، ان احنا نحترمه وان احنا نقول له يا سياده العميد برضو انت فيك كذا كذا 1 2 3 4، بس احنا بنحترم حضرتك برضو، بس ده مش معناه ان حضرتك ممكن تفضل في يعني ازاي نعرف نعمل ده؟ هو كانت زمان كانت موجوده، بس زي ما حضرتك قلت هي غلط فعلا. احنا بنحترمه، بس هي غلط في حته ان التبجيل قوي ده، او التعابير ان هو التبجيل، وده كان من اسباب قيام الثوره. يعني احنا عمالين نبجل نبجل نبجل، وفي الاخر خلاص ما فيش حق. الحق ضايع فعلا تماما، لان هي فعلا غلط، لان انا مبجل شخص لدرجه ان انا اتغاضى عما يفعل من، حتى لو كان لا ده مش طبيعي ان انا اشوف غلطه عند واحد وابدا ما اصلحهاش، ولكن اصلحها بالشكل اللائق، الشكل الجميل، برضو مع احترامي لمكانه الدكتور او العميد في نفس المكانه بتاعته. طيب احنا طبعا في النهايه يعني قدرنا نوصل يعني على الاقل لخارطه طريق كده نمشي عليها بما ان التعبير المستخدم هذه الايام، يعني ان احنا ازاي ندخل اكاديميا في المدارس برضو، او على الاقل منهج بسيط او شكل نشاط بسيط، ثم بعد ذلك والله في البيت اعتقد يا دكتور، يعني حتى في البيت لو الاب حاول والام ان هم يقعدوا اولادهم على ترابيزه يتكلموا دي مشكله ثانيه، دي مشكله ثانيه. يعني انا حاسس ان البيت هو مدرسه بالظبط، لكن البيت مش فاضي. يعني البيت دلوقتي بقى الناس بتلهث بره، فسابوا الولاد للمدرسه، والمدرسه فيها مشاكلها، فبيطلع لحد الجامعه، فيعني هي عمليه فالمفروض برضه على الاقل طبعا يعني لازم دي مجهودات، لازم المجهودات احنا للاسف وقت برنامجنا انتهى. بشكر حضرتك استاذ دكتور عاطف زكي غلوش، عميد كليه الحاسبات والمعلومات جامعه حلوان. بشكر حضرتك يا فندم لتشريفك. بشكرك يا محمود احمد حسن، نائب رئيس اتحاد طلبه كليه الحاسبات والمعلومات جامعه حلوان. بشكرك يا محمود، وان شاء الله نشوفك كده باذن الله بعد كده في مجلس الشعب ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهارده، بشكركم، وان شاء الله مع فريق عمل اخر وكلام جريء وحلقه جديده.